السلام عليكم وهلو هلو، ازيكم يا احلى اميرات في الدنيا؟ مساء الجمال والسعاده، اهلا بيكم في فيديو جديد مليان من الراحه النفسيه لابعد الحدود. معانا سيده النهارده صاحبه البيت الابيض، كل حاجه ابيض في ابيض زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف بقى ازاي هي بتعمل ده كله، وفعلا البيت هيبقى مريح ولا هنبقى ايه الافكار اللي هتبقى موجوده فيه. ده اللي هنتابعه في فيديو النهارده، بتمنى ان هو يعجبكم وتلاقوا افكار انتوا كمان لو بتحبوا اللون الابيض. استنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة، وأكيد اشتراكك في القناة لو لسه مشرفتنيش بوجودك في عيلة الأميرات الأمارات. هكون فخورة جدا بوجودك معايا. وما تنسوش طبعا التعليقات اللي انتوا بتعرفوني بيها بنفسكم علشان أرحب بيكم في الفيديو الجاي. زي ما بدأنا كده معاها الفيديو والتغيير اللي عملته في الحيطة اللي عندها دخلت لون كده يكسر اللون شوية. طبعا مش شرط ان هو يكون كل حاجة أبيض في أبيض، يكون الأبيض الصريح، ممكن تكون درجات مختلفة من درجات الأبيض، علشان طبعا لازم حاجات تكسر اللون شوية. دي طبعا كده مقتطفات سريعة من البيت اللي هنعيشها بالتفاصيل مع بعض خلال الفيديو. بس أنا عايزة بداية كده آرائكم في الكومنتس. أنتم فعلًا ممكن تكونوا في مكان زي ده، والّا ممكن درجة البياض اللي فيه وكل حاجة نفس اللون ممكن تكون تتعب النفسية أو تتعب الأعصاب؟ هل هي مريحة والّا لأ؟ أنا عايزة برضه آرائكم في الcomment. بس هي فعلًا من الحاجات الحلوة أوي، مع إنها بالرغم طبعًا في وجود بقى أطفال، ووجود حاجات كتيرة في البيت بعد كده في الروتين بتاعنا كمان، هتلاقوا إن الموضوع ممكن يكون صعب. بس ممكن نختار خامات يعني تساعدنا على التنضيف، ويكون عندنا طبعًا لازم أجهزة وأدوات تساعد على التنضيف المستمر. فكرة إضاءتها الجميلة اللي بتحطها بقى في كل مكان، سواء هنا الspots اللي في السلم، حلوة جدًا، جدًا. كمان برضه السرير عندها أو غرفة النوم عندها، كل حاجة باللون الأبيض. هنشوف الحيطة اللي في الجنب اللي هي عاملة فيها الخشب دي برضه كانت تجديد عندها، بحيث إن هي تكسر اللون شوية. كل أفكار ديكوراتها وكل مشترياتها باللون الأبيض. يا رب يجعل كل أيامكم بيضة كده وتكون بالنقاء اللي احنا شايفينه ده. بس بجد يعني على قد ما هو مريح، الواحد بيبقى محتاج لون في النص كده يفرقع الدنيا شوية. فازة ورد بلون مبهج شوية، أعتقد هتبقى شكلها حلو قوي. أو ندخل شوية نباتات خضراء، أحس إن الموضوع ممكن يكون أحسن شوية. بس طبعا زي ما قلت لكم هستنى آرائكم، انتوا من محبين اللون ده في البيت ككل، والّا تحبوا إن أنتم تدخّلوا ألوان تانية معاه؟ تعالوا نشوف هنا بقى عندها حتى ترابيزة السفرة، كل الديكورات بتاعتها، المفارش، فوط السفرة، الكراسي كمان برضه، الترابيزة، كل حاجة، الcoasters اللي تحت الأطباق، كل حاجة باللون الأبيض. ده هنا كانت بتورينا مشترياتها الجديدة من كمان الأطباق بتاعتها، وإزاي كمان برضه هتورينا تنظيم السفرة بالمشتريات الجديدة دي. طقم متكامل من اللون الأبيض. في ناس بتحب تخلّي بيتها كلّه لون موحّد، وأعتقد إن اللون الأبيض من أكتر الألوان السهلة، اللي لو أنتم حابين تخلّوا بيتكم بلون واحد، هيبقى من أكتر الألوان السهلة إن أنتم هتلاقوا حاجات كتيرة بنفس اللون. خصوصًا كمان يعني الأواني والأطباق والحاجات دي هتبقى متوفرة أوي. الأجهزة كمان معظمها باللون الأبيض، فهيبقى لون سهل، سهل في الاختيار. لكن في ناس بقى بتحب ألوان تانية، بتحب مثلًا تخلّي مطبخها كلّه باللون البينك أو مطبخها كلّه باللون الأحمر، كأجهزة بقى وكأدوات وأطباق وكوبايات والحاجات دي. فبيبقى أصعب طبعًا أكيد شوية إن هي توفّق ما بين كل الحاجات مقارنةً باللون ده. ده هنا برضه style تاني من الأطباق، وإزاي برضه نظّمت السفرة. وزي ما باقول لكم حتى الإضاءات في أي مكان، هافضل وراكم كل فيديو أقول لكم نفس الكلام لحد ما تطبّقوها عندكم في البيت وتحسّوا بنفسكم بالفرق، قد إيه هيبقى شكلها حلو أوي لمّا بدأت إن هي تضيفها كمان على المطبخ عندها. في كل corner موجود تقدر إن هي تحط إضاءة فتدّي لمسة حلوة فيه. كمان هنا برضه فكرة الديكور اللي بدأت تعمله من عارفين زي المعجون بتاع الدهان كده، بتبقى مادة زي شبه العجينة كده شوية، تقدري إن أنتِ تعملي بيها لوحات وتعملي بيها أشكال مختلفة. هي بدأت تضيف لمسات مختلفة للديكورات. كمان عندها الأدوات بتاعة المطبخ، لو لاحظتوا كمان ترتيب السفرة، حاجات داخل فيها اللون الدهبي، فاللونين أصلًا مع بعض ستايل وأناقة وديكور عالي جدًا وشيك جدًا. ده هنا كمان لمّا بدأت إن هي تعمل نفس طريقة الترابيزات اللي إحنا بنشوفها بأسعار غالية، بس هي جابت القطعة نفسها وبدأت إن هي تثبّتها زي الرخام كده، تعمل برضه corner عندها. المكان على طول لازم أكيد يكون محتاج تنضيف ومحتاج روتينات ترتيبات منها،
عشان يفضل دايمًا بالبياض وبالشكل الحلو. شايفين فازة الورد فرقت جدًا، مع إن برضه معظمها باللون الأبيض، بس تحسّوا إن هي كسرت اللون شوية وكسرت الديكورات شوية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي كمان برضه أفكار ليها. ده هنا شوية من المشتريات كمان للديكورات، برضه نفس الدرجات، مش شرط كل حاجة زي ما باقول لكم يكون اللون الأبيض الصريح، في درجات مختلفة من الأبيض، أنتم لو مسكتوا كده درجات الأبيض لوحدها هتلاقوا فيها درجات كتير أوي، فبدأت إن هي تدخّل ده كمان في بعض الحاجات اللي عندها عشان تكسر اللون الأبيض اللي موجود. حتى هنا كمان برضه البولة الجميلة اللي تقدر تستخدمها كديكور على الترابيزة، ممكن تستخدمها كمنظم تحط فيها أي حاجة أو تعملها فازة كمان من الورد والديكورات. بعض المشتريات كمان بتاعة السفرة، كل طقم يعني شُفنا خلال الفيديو 3 أطقم مختلفة، كلّهم بنفس اللون لكن style مختلف، في المربع، في اللي شكله داخل فيه الزجزاج كده، وفي اللي كانت البولات الكبيرة، يعني بتحاول إن هي تغيّر في الأشكال لكن ثابتة على لون واحد. هنا الترابيزات زي ما باقول لكم شايفين بقى اللون البينك مع الأخضر لمّا كسر اللون بجد شكلها حلو أوي، وبقت جميلة أوي خصوصًا بقى دخول الشمس كده عليها، شكلها كمان جميل. حبِّت بعد كده إن هي تغيّر الترابيزة، فازة الورد ثابتة زي ما هي، بس هي غيّرت style الترابيزة بدل القطعة الكبيرة اللي شبه الرخام للترابيزة التانية البيضا المدوّرة، وبعدين مع الوقت بدأت تغيّر كمان من الفازات اللي موجودة، فازة جديدة بدأت تضيف كمان ألوان جديدة من الورد على الترابيزة، بتحاول تغيّر مش شرط تشتري جديد، لكن ممكن تغيّر من مكان الأساس اللي عندها من هنا أو من هنا، فتغيّر في style البيت. دي هنا الحيطة اللي كنت باقول لكم عليها، اللي هي بدأت تدخّل لون مختلف، وكمان وحدات من الفريمات الخشب كده تغيّر في style الغرفة. وهنا كمان برضه corner بدأت إن هي تحط فيه شكل حلو كده الباف أو الكرسي مع الإضاءة، بعض الديكورات البوكسات اللي بتبقى في الأرض بيبقى ديكور شكله حلو أوي، تقدري إن أنتِ تحطي فيه كوشن أو تحطي فيه throw مثلًا، فبرضه يديكِ شكل ديكور. غرفة كمان برضه بنتها بدأت برضه إن هي تعملها بنفس اللون الأبيض، هي أصلًا style البيت شايفين السقف عامل اللي هو المثلث ده، فهي بتقدر إن هي تستغل المكان صح، يعني شُفنا الcorner ده في غرفتها حطِّت فيه الباف وحطِّت فيه الإضاءة ومكان للقراية أو تستمتع بوقتها فيه، وكمان هنا في المثلث بتاعة غرفة بنوتتها حطِّت فيه السراير، دخّلت ألوان برضه الكافيه ودرجات الoff white ودرجات الأبيض عشان تخلّي الغرفة بالstyle ده، يعني حتى الملابس كمان اللي بدأت إن هي تحطها على الهوكات بتاعتها كمان برضه بنفس اللون تكمّل الstyle، وديكورات الحيطة كمان برضه كانت الأوضة متكاملة بنفس الألوان. حبيت إن أنا أوريكم style البيت قبل التجديد، يعني السفرة كانت قبل التغييرات اللي هي عملتها دي كانت ده شكل الكراسي، وشكل الترابيزة اللي داخل فيها الستانلس وداخل فيها كمان اللون الكافيه، بس بعد كده غيّرته للون الأبيض اللي إحنا شُفناه في أول الفيديو. كل مكان بجد حلو أوي، بجد من الألوان المريحة، بس أنا يعني باحب إن هي تتكسر شوية بحاجة بلون، ديكور يكون لونه مبهج شوية كده في النُص، زي فازة الورد دي بجد هتدّي روح حلوة أوي للبياض اللي موجود. فأنا مش عارفة بقى عايزة آرائكم أنتم كمان في الcomments، نستفيد من آراء بعض كمان. والفيديو خلص بسرعة، بسرعة، يا رب يكون عجبكم، يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة وسعادة وبياض ونقاء زي قلوبكم الجميلة يا أحلى أميرات في الدنيا. باشكركم على حسن المشاهدة أكيد، هاستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، ونتقابل على خير الفيديو الجاي إن شاء الله بأفكار جديدة، سيدات جديدة عشان ناخد تريكات لبيتنا ودايمًا نخليه في أحسن صورة. نتقابل على خير الفيديو الجاي يا أميراتي، وسلام.